ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه اخباركم؟ يلا بقى النهارده نعمل بقى ايه شويه مسقعه بتوع زمان اللي في ما فيهاش اي افتكاسه. هنعملها. انا هنا بس مقطعه البتنجان اهو ورشاله ملح وسايباه عشان يصفي اي زيادات الميه علشان ما يفرقعش منك في الزيت، وفي نفس الوقت ما يشربش الزيت اللي عندك. بس لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعمل لايك وشير عشان الكل يستفيد. وهقطع برضو بطاطس. هنقول لك برضو على التفاصيل، بس دلوقتي انا هقلي دول وهقلي برضو بطاطس معاها وهنشوف هنعمل ايه تاني. بصوا انا قليتهم اهو. دلوقتي هنعمل بقى تسبيكه المسقعه. يلا بقى هنعمل بقى التسبيكه. انا حطيت هنا ندعه زيت. حاولي ما تكتريش الزيت قوي علشان خاطر ان البتنجان بيبقى فيه زيت. وفرمت بصلايه اهي، ونسيبها بقى ايه تصفر شويه. هنا بقى عقبال ما التسبيكه تتعمل البصلايه بتاعت التسبيكه تتعمل، هنا هنعمل بقى ايه شويه كشري اسكندراني اللي هو رز بالعدس. ده جميل قوي، كله طلبوا مني تاني. هنا انا برضو قطعت بصلايه. هما دول بصلتين ورشه زيت وايه وهنسيبها تصفر. بصوا بقى هنا هنحط ايه فص توم. طبعا انت التوم ده على حسب ذوقك انت. انا برضو قلت لكم كذا مره في الفيديوهات ان انا عندي قولون فما بقدرش على التوم يعني وكده، فانا ايه نزلت فص كده صغير. انا طبعا ده مفرزناه حطاه في الفريزر. هنا بقى هنحط ملح وفلفل اسمر وكمون. انت لو حابه تحطي شطه براحتك يعني اهي. هنسيبها بقى تتسبك. بقى ايه هنرجع للبصلايه بتاعه الرز. هنا بقى هنزل بالرز. هنا تشويحه بقى ننزل بالعدس. طبعا يا حبيبتي ما تصعبيش عليك الامور، مش لازم يعني تروحي تجيبي ربع كيلو ولا نص كيلو. روحي قولي للعطار انك انت عايزه ب10 جنيه، يعني مش لازم يعني تصعبيها عليكي. المهم نزلنا بالعدس. هنديها تقليبه كده لحد ما ايه ما تتشوح كويس. هنا بقى انا هنزل بملح وكمون وفلفل اسمر. هنا بقى هننزل بالميه. هنسيبها بقى اول ما تتشرب، بعد كده هنوطي عليها على عين هاديه. دي التسبيكه اهي بتتسبك، قربت تتسبك اهي. بصوا يا جماعه استوى اهو. مين يا جماعه بيحب الكشري الاصفر ده؟ بس لو وصلتوا لحد النقطه دي ما تنسوش تعملوا لايك ونصلي على النبي ونشير الفيديو علشان الكل يستفيد. فظيع يا جماعه. انا هقفل عليه بقى. وادي المسقعه اهي. دي يا جماعه المسقعه بتاعت امهاتنا زمان، مش دلوقتي افتكاسات بقى. خلاص كده انا طبعا هقفل برضو عليها. قولوا لي بتحبوا البطاطس اكتر ولا البتنجان؟ بصوا اهو. بصوا يا جماعه حبوا التفاصيل معايا. بصوا المسقعه. بصوا ايه رايكم في الجمال ده؟ تحفه تحفه. جربوها ومش تندموا بجد. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. سلام عليكم.